لا، اللي بغيت نقول هو أن لو افترضنا أن الصهاينة أبادوا إخوتنا عن بكرة أبيهم، ما بقى حتى شي نفس مسلم في غزة. أو لا افترضنا ما هو لا يمكن تخيله بشكل أكبر، وهو أن الإخوان ديالنا عياو وحبسوه سناو، قال لك اودي أمة ديال الموتى، 2 مليار ديال الجثث، وما لجرح بميت إيلام، وتا واحد فيهم يقدر يتململ 2 راه ما يمكنش. غنعطيهم سلاح واخا يقتلونا، ولكن الله يجعل شي بركه. راعينا خبركم بين قوسين، ان فعلوها وليس لهم ان يفعلوها، هم اكرموا على الله ان شاء الله من فعل مثل هذا. ان فعلوها والله لحق لهم. وما كاينش ولد المراه اللي يقدر يجي يحل القوشو ويقول لهم لا علاش درتو علاش ما درتوش، والذكر يحط راسو تما ويدوز ليله من داكشي اللي كيدوزو الدراري ديال 5 سنين وكيصبروا عليه، ويرجع يقول لي كلام اخر. لا افترضناها جوج ديال السيناريوهات، واش ما غنبقاوش ندافعوا على خونا في غزه؟ الله يرفع قدرك. واش ما غنبقاوش نديروا مسيرات؟ لان الا كنا كنتكلموا على الافكار، السير الى الله من اجل الفكره الكبرى اللي من قبيله وانتم كتهلوا بها، ديال عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله، هذه باقيه الى قيام الساعه. اذا كان الكلام على الاشياء راحنا غادي نتسناو امتى غتجي اقرب فرصه للتفاوض، بنادم غادي يرجع يستهلك ويضع بيديه ربقة العبودية الاستهلاكية حول عنقه. إلا كنا جهة الأشخاص راه هي باش كتشوف عباد الله راكباو من الرعدة اللي كتسمع واه واش ابو عبيده قتلوه، واش ابو عبيده مات، وبنادم اللي رجع كيشرب ذاك المشروب ديالو بمجرد أن السنوار استشهد، واللي رجع كيشرب مجرد مهنية. ناس مرتبطة بالأشخاص. نعطيكم دليل عملي على ارتباطنا بالاشخاص الان هنا هذه الجلسه وما يتقلق مني حتى واحد. شوف، وددت انني لو قبلت راس كل واحد منكم فردا على هذه المحبه هذه، لكن بالله عليكم واش حنا مجموعين لنلتقي بياسين العمري، ولا مجموعين من اجل هدف الارض والسماء؟ راه الا كنا مجموعين من اجل العمليه الشرفه راحنا باقين في الحضيض ديال الاشخاص اللي هضرنا عليه، ولا زال المشوار طويلا جدا لنصير في صفوف بني ادم. عاد باش نقدر. الا كنا من اجل غزه جا ياسين، ما جاش ياسين، جا اكس، جا ايكغيك، شتي ما يجي حتى واحد، ما يجي حتى واحد من الناس اللي ولفتوهم تيجمعوكم وكذا، تجيو نتوما. واذا ما جا حتى واحد جي انت، حيت ما بقاتش وما يبلغ صوتي. ان عليك الا البلاغ، إن عليك إلا الأذان، أما البلاغ على الله عز وجل. شفتوا مؤخرا المسيرات الحاشدة في اليابان؟ شفتوها ولا شفتها بوحدي شي واحد كيكذب عليا كيبارطاجي لي شي حاجة ديال المونديال؟ شفتوا المسيرات الحاشدة في اليابان؟ عرفتي بشحال بدات ديك المسيرات الحاشدة؟ ما يزيد على السنة كان كيخرج رجل ياباني بوحدو مسن، بوحدو. اليابان بالمقاطعات ديالها الأربع، هوكايدو، هونشو، طوكيو، وكيوتو، المقاطعات الأربع بملايينها المملينة، كان يخرج لوحده ودير لافتة هنا ولافتة هنا، ويندد بالإبادة الجماعية التي تقع في غزة لمدة ما لا يقل عن سنة. وما قالش لا، هذا راه ماشي مسلم بين قوسين، هذا راه لا يرجو الله والدار الآخرة، هذا إنسان تألم لإخوانه. هذا هو الذي جئت لأجدده إن قدر الله عز وجل لهذه القلوب أن تجدد. آخر كلمة أختم بها. شفتوا كنظن البارح إلى ما خانتنيش الذاكرة، البارح ولا البارح، ذاك الممثل الإيطالي اللي على متن إحدى السفن الأسطول الصمود، ممثل إيطالي أشار إسلامه على متن السفينة، هو يركب غير من باب الإنسانية والنظرة الكبيرة اللي كنقولوا إلى آخره. في الطريق تبين له أنه كان مسلما، غير هو باقي ما تخبروش. هو الإسلام اللي كيسلم الإنسان يتبين له، يكتشف أنه كان مسلما غير ما تخبروش. فطرة الله التي
فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. يولد كل مولود على راه غير الانسان راه مسلم، غير كيكتشف واحد الوقيته راه مسلم، غير كان شي تخربيق كندير ليه تشارج. وصلى مع اخوانه، تخيل اول صلاه غتكتب لي انه صلاها على متن باخره في اسطول الصمود، يريد ان يجاهد في سبيل الله. حتى راه جهاد اللي غادي فيه خوتنا. ومن هذا المنبر نحييهم مسلمهم وكافرهم. اقول لك الا تقول للكفار ايه مسلمهم وكافرهم، لكن ذلك حيت كافر غادي نمشيو نقتلوه. فمنكم مؤمن ومنكم كافر، سدات مدام كاين جوج. لكن من الكفار شرفاء الذين نقضوا الصحيفه التي بموجبها كان النبي صلى الله عليه وسلم محاصرا ل3 سنوات في شعب ابي طالب. ما كانوا على الاسلام لكن اخذتهم الحميه. هذاك الممثل الايطالي كغيره اخذته الحميه فاسلم. وهنا اهيب بالشباب لان رمضان انتم خايفين فيكم كاسي كتفكروا لي وحكرات على الاقل دازوا 2 اشارات. ما فهمتش علاش 2 مرات معاودين دوك الاشارات لافته كبيره حاطين فيها شابه صغيره كاتبين لك سكرولي كيف ما بغيتي ب30 درهم فقط. بمعنى ضيع وقتك يا حبيبي كيف ما بغيتي 30 درهم فقط. بمعنى اجعل حبل العبودية للاستهلاك على فكرك وقلبك 30 درهم فقط. ما علينا كتسكروليو. مزيان يجتهدوا الشباب ويشوفوا يجمعوا احصائيات ديال شحال من واحد دخل للاسلام بسبب الطوفان. انا اقول كلمه هي اللي بغيت نختم بها. اذا كان الناس عبر العالم يدخلون في الاسلام، مش عارفين شنو يدخلون في الاسلام، يعني راه الفكر والمعتقد ديالو تيخرج منه بنسبه 100%، وتيدخل منظومه جديده غادي تولي عنده فيها صلاه، غيولي عنده فيها صيام، وغيولي عندها فيها حجاب، وغيولي عندها فيها بر الوالدين، غيولي عندها فيها ما تاكلش الحرام، خاصها تحرى الحلال، غيولي عندها انه العلاقه مع الجنس الاخر ما يمكن تكون الا بالزواج الاسلامي الشرعي. غادي يولي. اذا كان الالاف قد دخلوا في الاسلام بسبب الطوفان، ألم يان لك أيها المسلم وأيتها المسلم أن تتوب إلى الله بسبب الطوفان؟ أن القضية ليس أن ننزل يوم السبت ليلا ونهتف بشعارات ثم نرجع إلى ممارساتنا التي يقينا لو نظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رضي عنها. إذا ما الذي غيره الطوفان فينا؟ هذا سؤال. الطوفان غير في العالم، قلت لك ناس بدلوا المنظومه العقديه بسبب الطوفان. ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ألم يان للاتي آمنا وكن مسلمات أن تخشع قلوبهن وتعدن إلى العفة والحياء والحجاب حقيقة، لا ثوبا يغطى به الرأس أو الوجه، ثم الممارسات لا حياء فيها ولا عفة. ألم يان لذلك الشاب المسلم المحافظ على صلاته التي تظهر عليه علامات التدين والتسنن أن يترك ذنوب الخلوات عوض أن يلعب الطهرانية بين الناس؟ ما الذي غيره فيك الطوفان؟ هذا الذي يجب أن ترجع به. جوج ديال الأسئلة. ما الذي غير في الطوفان وقد غير في العالم كله؟ غير في العالم كله. إلى العالم كله تيتغير نحو الأحسن بسبب هذا الحدث. وأنا ما تغير فيا والو، بمعنى رآنا والحجر سواء. وسيدي ربي قال لنا وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، حتى اللي ما كيعطيكش الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. أين أنت؟ أين أنت؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني هو الذي افتتحت به المجلس أو الموقف، واقفين دابا ما جالسين. السؤال الثاني هو الذي افتتحت به: ما الذي لا زال أمامي لأعمله وأقوم به؟ احنا بقاو فينا خوتنا وكنقولوا أن غزة والمغرب واحد، غزة وتازة واحد. قبل ما نوصل غزة وتازة واحد الشرطة اللي كيطردوا أبناء المسلمين من جامعات المسلمين في بلاد المسلمين فقط لأنهم نصروا المسلمين، لما لا نتحرك لهم؟
عندما تمنع البنات بسبب حجابهن أو نقابهن من ولوج الكراسي ديال المدرسة الثانوية التأهيلية، لما لا نتحرك لنصرتهن؟ كنخليهم كيتكالوا بوحدهم. لكن نهار ما طالع حنا كنقولوا راه إلا سكتوا العرب على ما الذي يفعله نتنياهو بغزة، غدا الدور على الضفة وبعده مباشرة الدور علينا. ونعطيكم إشارة، في يوم واحد 5 ديال العواصم، وملي تجمعات القمة في هذيك الليلة وخدام جالس تيقصد تيضرب في سوريا وتيضرب في الضفة وجالس كيجتاح ووابل من النار صب على إخواننا في غزة. بمعنى هذاك البيان ديالكم وذاك القمة كلوها أنا اش كندير؟ ولا ترضع القوة إلا بالقوة، شعلك كذاب. طيب حنا كنقولوا أنه إلا دار هذاك الشيء غادي يدخل لينا حنا. أيوا خوتنا هما جالسين يضيق عليهم التصهين في بلادنا، ونقوم بنفس ما نلوم عليه الأنظمة. داكشي اللي كنلوموا عليه الأنظمة تنديروا فعلوا، تنقول لهم أكلتم يوم أكل الثور الأبيض، ونحن نقول سنؤكل إذا تركنا الثور الأبيض يؤكل. شرفا لعلي أختم كلمتي هذه. تيلطف الصوت عندكم في طنجة فذاك هو الشر. أنا كاين عندي شوية الإشكال في الصوت. السيركويات عندي بداو كيشربوا نص قرن وانت كتهلل فوق كوكب الارض. الله يجعل شي بركه، وكلا تعطلنا فوق هذه الارض هذه، الله يجيب شي حسن خاتمه وخلاص. فالذي اريد ان اختم به، وقوفنا هنا اغلى من حضور فلان او علان، فالله يجازيكم بخير. الى اخوكم ليه شي بلاصه عندكم في القلوب، اقسم لكم بالذي لا رب سواه. في ظرف اخر اخوانا يعرفون مني هذا، في ظرف اخر ما عنديش غرامه المشكل، يمشيو الناس كلهم لديورهم انا واقف واللي جا نتصور معاه، ما عنديش اشكال. نصبر اكثر ما كيصبر العريس في البرزه. كضحك نصبر ما عنديش اشكال، لكن في هذا المقام هذا راه بحال شي واحد جاي كيتصور معاك، قال لي نتصور معاك وانا كان استقبل العزاء من الناس. لا يستقيم الامر، لا يستقيم الامر. المقام مقام تضافر، لكنه ليس مقاما، مبغيتش نقول الكلمه باش ماشي مقام ديال التصاور، باش صافي نقولها بسيطه، باسيس ريستون بوليتيكمون كوريك، خلينا كوريك ما نقولوش شي كلمه اللي جرح كل. مقام ماشي ديال التصاور، وماشي ديال السيلفيات، وماشي ديال نتصوروا دايرين بحالك، ماشي ديال هادشي. هذا مقام الجد، هذا مقام الجديه، هذا مقام ديال كنمشيو من هنا كنبداو نقولوا الى خوتنا وصلوا لهذا الشيء اللي وصلوا ليه، لانهم راه الخدمه كانت عندهم ما لا يقل على 20 سنه. فإذا بغينا حنا، واقول استلهاما من كلام احد مشايخنا حفظه الله ونفعه ونفع به، فقال لك في حاله اذا سقط هذا النظام الغاشم الصهيوني والامبريالي الى غير ذلك، واردنا نحن ان يكون لنا مكان في هذا العالم، بما سنقيم هذا المكان؟ واش بهاد القرايه اللي حنا كنقراو؟ واش كيتبان لكم نتوما شي قرايه في هاد البلاد هادي؟ ما كنتكلمش انا على الانظمه، نسى كنبقى عليك انت. واش الشرفاء خصنا نتوكدوا، خصنا نشمر عن ساعد الجد. ساعد الجد خصو نبينوه هنا اشنو تنديروا، اشنو مطلوب منا. الناس ملي كانوا خدامين تيوجدوا من وراء 1987 كانوا الناس يضحكوا عليهم، لكن هما كانوا خدامين بالجد. فلما جد الجد كانوا هم الرجال. فهذا هو اللي كاين الشرفه. فشكر الله لكم وجزاكم الله خيرا. اقول لكم اثبتوا انكم على خير عظيم، اثبتوا فانكم على خير عظيم. واللي فيكم حس براسو راه بدا كيعيا وغنبقاو نعاودوا نفس الهضره، دير مع راسك باللي راه هذوك الناس خوتنا اللي هابطين حنا على قبلهم راه كيهبط عليهم نفس الصاروخ، والصاروخ ما كيعياش، وكتهبط نفس المدمرات والمدمرات ما كتعياش، وكتقصفهم نفس المسيرات والمسيرات ما كتعياش. فإلا انت بغيتي واحد النهار تعيا تفكر باللي الالم الذي ينزل باخوانك هذاك ما كيعياش. فجد الجد واثبت. ولا شوف هذا الشيء اللي حنا خدامين فيه دابا، الانصراف عنه
وتركه والرجوع إلى عاداتنا الاستهلاكية أكاد أجزم أنه يدخل ضمن لواء التولي يوم الزحف اللي هو من السبع الموبقات. قلت لكم يبقى واحد يوقف ويرفع صوته ويسأل الله الصدق والإخلاص، والله عز وجل يفتح. تقبل الله منا ومنكم، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، تب علينا لنتوب إليك. اللهم ارفع الظلم والطغيان عن إخواننا المستضعفين في كل مكان، عن إخواننا في الفاشر، عن إخواننا في غزة، عن إخواننا في الضفة، وحيثما وجد مسلم مضطهد اللهم كن له وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم استعملنا لنصرتهم على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم وفقنا لاتخاذ السبل المرضية لنصرة إخواننا. اللهم ارفع الظلم والطغيان عن جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم اجعل المحبة خالصة لوجهك الكريم، واجعلها الرابطة بين قلوبنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهد شبابنا واهد نساءنا وأنبت أبناءنا نباتا حسنا. اللهم تولى أبناءنا بالتربية فإننا لا نحسن كيف نربي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين. اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم. اللهم مكنهم من رقاب عدوك وعدوهم. اللهم اجعل عدوك وعدوهم غنيمة لهم بقوتك يا قوي يا متين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين. اللهم ألهمنا مراشد أنفسنا وقنا شرورها واختم لنا بالصالحات. شكر الله لكم، بارك في الإخوة القائمين على هذه المبادرة الطيبة، وشكر الله لكل من أسهم من قريب أو بعيد في إنجاح هذه التظاهرة. جعلنا الله وإياكم من الذين رزقهم الله الصدق والإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، وتوفنا سبحانه وتعالى وهو راض عنا. حياكم الله معاشر الصالحين. تحية خالصة لإخواننا في طنجة. لا تنسوا أن تقولوا عند انفضاض هذا المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آخر الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.